خليني برضو اقول لكم على حاجه لطيفه كنت جايباها دي بتاعه الفرش، عشان انتي لو ما عندكيش فرش كتير وعايزه تدرجي الوان، بتقعدي تعملي كده، بتشيل كل حاجه من على الفرش، فبتقدري ان انتي تستخدمي لون تاني، فالالوان ما تاثرش على بعض. احنا اول حاجه هنعملها ان احنا هناخد لون كريمي. طبعا احنا بنعمل كده في الميك اب لوكس بتاعت ان انت رايحه فرح بقى، فانت مثلا من اول الصبح انت حاطه ميك اب ومش عايزه ان الميك اب ده يروح. انا حطيت كونسيلر وبحط عليه بودر خفيف جدا جدا جدا. فالكريمي سهل، بيخلي اولا الالوان اللي فوق تبان، تاني حاجه بيثبت الميك اب بشكل مش طبيعي. انا هحطه على الجفن كله زي ما انتوا شايفين كده، وادمجه كده باطراف الفرشه بتاعتي. بعد كده بجيب لون شبه اللون ده او من الوان البنيات. انا بستخدم البالت كده، كانت عندي من انستازيا، وبحط اللون البودر عليه، فرشه فلافي. تمام. وبعد كده جبت لون، ممكن لون اسود او لون بني، بس انا هستخدم الاسود. تمام. وعلى الاطراف كده. هننضف الفرشه بتاعتنا من الاسود اللي احنا حاطينه، عشان احنا عايزين ندمجه فيتدرج مع الالوان اللي احنا عاملينها. من على الاطراف كده بطلعه لبره زي ما احنا شايفين. زي ما احنا شايفين كده. تمام. ممكن بقى بلون شامر بصباعي او بفرشه، مش تفرق. احط مثلا لون ايه، اللون ده كده. يدي بس ضي كده زي ما احنا شايفين. طيب انا كده خلاص عملت العين التانية اوف كاميرا، وحطيت الماسكارا والروج. صراحة الماسكارا والروج، الماسكارا اللي انا حطاها من ايسنس، والروج كان بالت من انستازيا برضو، اللي هي دي. وحطيت كحل بني. كحل بني ده من ريمال، حلو جدا جدا جدا. وده برضو اللي انا رسمت شفايفي الاول قبل ما احط الروج. كده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب تكونوا استفدتوا. قولوا لي ايه اكتر حاجه عجبتكم من شيجلام. شيجلام للي عايز يشتري اي حاجه منه، طبعا من على شي ان، او من طبعا كل الابلكيشن الاونلاين ابلكيشن زي جوميا، امازون، ونون بيبيعوا حاجات شيجلام، بس يمكن من الويب سايت بتاع شي ان بتبقى الحاجة ارخص. بس لو انتوا في مصر، في بيجز كتيرة قوي بتبيع حاجات شي ان
بسعر افضل من ان انتوا تجيبوا حاجة جمارك فتدفعوا كتير. فيا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم بقى في فيديو جاي. باي باي.